تخيل كده تعيش حياتك كلها في المية، لدرجة إنك لما تنزل على البر تحس بدوخة وجسمك يرفض الأرض. إحنا مش بنتكلم عن أفلام خيال علمي، إحنا بنتكلم عن شعب البجاو. دول ناس حقيقيين عايشين وسط المحيط، بيسموهم غجر البحر، والعلماء لحد النهاردة مش فاهمين إزاي جسمهم بيعمل كده. الناس دي لا ليهم جوازات سفر ولا ليهم حدود، بيتولدوا ويموتوا على مراكب خشبية بسيطة بين الفلبين وإندونيسيا. العيل فيهم بيتعلم يعوم قبل ما يتعلم ينطق كلمة بابا أو ماما. حياتهم كلها هي البحر، والبر بالنسبة لهم مكان غريب ما بيحبوش يروحوه غير للضرورة. نيجي بقى للحتة اللي جننت الدكاترة. لما فحصوا أجسامهم اكتشفوا إن الطحال عندهم أكبر من أي إنسان طبيعي بنسبة 50%. وده مش مرض، ده تطور سبحان الله، عشان يقدروا يغطسوا لعمق 70 متر تحت المية من غير أسطوانة أكسجين ولا بدلة غطس. الصياد منهم بينزل بنبلة خشب ويفضل تحت المية أكتر من 10 دقايق، بيتمشى في قاع البحر بمنتهى الهدوء كأنه بيتمشى في جنينة بيتهم. بس للأسف العالم ده بدأ يختفي. التلوث والتغيرات اللي بتحصل في المحيطات بدأت تضيع عليهم عيشتهم. ده غير إن الدول بدأت تجبرهم يسيبوا مراكبهم ويعيشوا في بيوت على الأرض. جيل ورا جيل المهارات الأسطورية دي بتموت، والناس اللي كانت بتتنفس تحت المية بقوا مجرد حكاية بنسمعها. في الآخر شعب البجاو رسالة لينا إن جسم الإنسان ده جبار وممكن يتكيف مع أي ظروف مهما كانت صعبة. فكرة إن في بشر اختاروا البحر وطن ليهم دي لوحدها كفاية إنها تخلينا نعيد تفكيرنا في كل اللي نعرفه عن الطبيعة البشرية.